أخيرا فكيت الحظر يا مارك. فك رقبتك كذا أنت مقيد دول وقياداتها على ما هي عاد كلها في الحساب حقي. لعن أبوك معصرك. المهم أنا اشتي أصور لكم اليوم بس شخص نية. واحد كان شغال في محل نجارة، اشتغل في محل مدر، هذا حق المقالي والدنون. شغال مع واحد وبعدين طرده، اتزاعل وياه وجزعت امس. اقسم بالله هو يحدث نفسه قلت فيه هستيريا، يعني لذع الفيوز حقه. ما هم دارين ليش احنا نغضب وليش احنا نصيح من اشياء. الناس عايشين في وضع زفت. الان اصور لكم الادمي اتزعل هو عمه خرجه من العمل، وصاحب البيت خرجه من البيت، كان مستأجر جنبي في الحارة وخرجه ورجعنا قال له بيت ثاني. وذا الحين فيه جزعت من عنده همس وهو يجابر نفسه فيه هستيريا. ايوه احنا مش ما احنا من نوع عبد السلام جحد يقول ما في بيتي ما يسد الرمق. لا احنا مستورين الحمد لله، بس الناس المساكين الضعفاء. يا بشير صبحك بالخير، كيف الحال؟ هذا هو هذا الأخ بشير، هذا الأخ بشير. شوفوا ايش بتسوي الحين؟ بيشتغل هنا. ايوه بيفعل لها. ايوه الآن فعل له هنا حر صغير وبيفعل لها، بيشتغل لنفسه. بدون ما تصورني انا بين مشكله انا واحد. يفعل له دنون ويفعل لها اسمها ما تصورني بدون ما تصورني. دنون ويش؟ امسح صور جديد. هذا الدنون حقه يشتغل هنا خلاص. لا تنزل على الفيسبوك كذا. ليش؟ انا بيني مشاكل انا واحد. ما صورتك انت؟ والله صورت الدنون حقك بس. سابر يا قوم. شغال هنا تحت البيت حقه، يعني في حر صغير. عرفتوا؟ لا ذكرت اسمك ولا صورتك. لا ذكرت اسمك ولا صورتك. ما يشتينا نذكر اسمه ولا يشتينا نصوره. الناس عزيزين، ناس أعزاء شرفاء، يعني نزيهين ما يشتوا، لكن حالتهم زفت. وانتوا جالسين الجماعة جالسين، السواق العويري جالس يتكتك. السياسة تكتيكية، الشعب يموت، الناس في حاله جالسين يتكتكوا. والثاني عاد واحد ثاني حارس في مطعم، وبعدين صاحب المطعم فلس وغلق المطعم، والحارس متحمل أسرة لذع لفيوز جنن. والثالث في صنعاء ومدري، اتصل بي واحد من صنعاء وقال هو جاره مدري ركبته رجله تشتي عملية، وخرجوه من المستشفى الأوروبي ما معه تكاليف العملية. والرابع زوجته فيها حالة نفسية وجفاف في الدماغ، وساكن في منزلة جامع. وكم من الشعب كله يعاني، الشعب كله في حالة زفت. هذا علشان تدروا ليش احنا غاضبين، ليش نغضب، ليش ننفل. وبا ننفل والله لا ننفل. الشعب يموت، الشعب يعاني. والجماعة جالسين 7 سنوات انسحابات تكتيكية في صحراء الجوف وفي نهم، والآن 3 سنوات انسحابات تكتيكية في البحر. إلى متى؟ القطبة خارجوا الناس. هذا علشان تدروا ليش احنا غاضبين، ليش نغضب. هذا رسالة، وإن شاء الله توصل. صاحب دي زوجته فيها حالة نفسية وجفاف في الدماغ، ما أنا داري، ما بيرضى نصور، وبعدين عائله ما يصلح نصور. المهم الناس في حالة حتى أهل الخير التجار وأصحاب الأموال قلتهم ضابحين، ما عاد يحبوا الخير، ما عاد يشتوا الخير، ضابحين، ما عاد حد يقدم خير ولا يحب الخير، باقي قليل وكفروا. المهم الناس في حالة. احنا نتألم على الناس الضعفاء. قلنا لكم ما احنا مثل عبد السلام جحا نقول ما يجد في بيته ما يسد رمقه، هو عضو مجلس الشورى، من ذي بيصدقه؟ لا احنا ما نقول كذا، احنا نقول مستورين الحمد لله، لكن المستضعفين المساكين
دي ما بيش معهم، وين يجي يسيروا؟ إن شاء الله تكون وصلت الرسالة إلى من يهمه الأمر. أيوة أصحاب التكتكة يقطبوا الناس. احنا فاهمين الأمور كلها، لكن فاهمين هذا المرحلة هي المرحلة الفاصلة حق البحر، لكن القطبة ما هو كل واحد يجلس في مترسه. دول الإقليم وتقول المنطقة متمترسة كل واحد في مترس، وإلى متى؟ انفضوا والديها قرحوا تقرح حرب لا وقفت. السلام عليكم ورحمة الله. أفضل من هذا الحياة اللي يعيشها الشعب اليمني. خارج الناس لا طريق، أمانة ما نتعلم إلا من شيء كسر الحجار. إن شاء الله تكون رسالة وصلت. هذه رسالة مختصرة وإن شاء الله توصل ويفهموا المعنى. مع الله.